النهارده هنعمل مراجعة ليونتس 1 و 2 للصف الأول الثانوي. هي مراجعة شهر أكتوبر، امتحان أكتوبر هيكون عندك على يونتس 1 و 2 أولى ثانوي. هنعمل إيه في المراجعة دي؟ هنحل طبعا امتحانات المعاصر اللي هو يونت 1 ويونت 2، وهنحل كمان امتحان مجمع على اليونتس مع بعض، التو يونتس مع بعض، كتاب المستر. أوكي؟ يلا ليتس ستارت، وهنبدا بالمعاصر. ومش بس هنحل، احنا بنحل بشرح، يعني مش بقول لك دي جت كده وخلاص، طب ما انت ممكن تجيب الموديل انسر، لا انا عايز احل واعرفك ليه. تمام كده؟ طيب طبعا air pollution انت بيجي لك سؤال choose two correct answers، اللي هو السؤال الاول بنختار اجابتين مش اجابه واحده، ودول بيبقوا سؤالين يعني 4 درجات، وطبعا باقي الاسئله اختيار كل سؤال بدرجه. يلا بينا يا مستر نبدا، يلا بسم الله. قال لك air pollution has a dangerous نقط. air pollution طبعا تلوث الهواء. dangerous ايه يا مستر؟ dangerous impact تأثير خطير على ايه؟ على ال environment. طيب he was on a trek دي يا مستر عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن long journey on your foot، رحلة طويلة على رجلك، ماشي كده؟ طيب through South Jubi Desert، صحراء جنوب جوبي. كلمة ترك بقى synonym، ما انت لازم تركز هي synonym ولا antonym. فالسينونيم يعني معنى. synonym of ايه بقى الترك دي؟ fishing لا، fabricating اكيد لا، hike جدع ليه في الصحراء ماشي، وممكن journey. يعني انت لو شلت ترك وحطيت هايك ماشي، he's on a hike بيطلع في الصحراء، journey رحلة طويلة، فهنا تمشي. عشان تتأكد من إجابتك حاول تشيل كلمة ترك وتحاول تعوضها بدول، هتلاقيها make sense، يعني يبقى ليها معنى. يلا مستر اللي بعده. we should protect. هنا يا مستر هنختار كام إجابة؟ the correct answer it is only one correct answer. هنحمي إيه؟ we should protect the نقط animals especially in wild open reserves يعني محميات طبيعية. طبعا هيبقى endangered animals، احنا هنحمي endangered معرض للخطر. طب dangerous ده معناها خطير مستر، خلي بالك ان dangerous هنا يا حبيبي معناها خطير، انما endangered يعني مهدد بالخطر. يلا نكمل يا مستر. a not is someone who works to protect animals plants وهكذا. مين الراجل اللي بيشتغل ومهنته يحمي الانيمالز والنباتات والكلام ده كله؟ ها اسمه conservationist. قولها كده conservationist. ده الراجل اللي هو ايه؟ يعني المهتم بالحاجات دي. لان بص قال لك ايه؟ هو works، عشان كده انت ما قلتش ايكو تورست ولا الكلام ده كله. طيب it is important to keep your children، من المهم ان انت تخلي ولادك from bad company، من الصحبة السوء. هتبقى ايه يا مستر؟ عايزك تفكر فيها. ها هيبقوا isolated معزولين، ابعدهم خالص خالص خالص. طيب اللي بعده the train was late so we got for 3 hours we got ايه؟ القطر ده كان متأخر عشان كده we got stuck اتعلقنا. بص يا مستر stuck دي ممكن بالمعنى الحرفي I was stuck او I got stuck in the elevator في الاسانسير. تمام كده؟ واحد ما شاء الله بيعيد كتير فاقول لك I'm stuck in secondary 1، انا متعلق في اولى ثانوي مش عارف اطلع منها، يعني بقالي 2 3 في اولى ثانوي بعد الشر يعني. I'm stuck here انا متعلق. we got stuck for 3 hours احنا اتعلقنا بقالنا 3 ساعات عشان القطر كان متاخر مش عارفين نعمل ايه. my grandparents live a not village close to the desert، طبعا isolated منطقه بعيده. I have loads of tasks، تاسكات كتيره جدا to achieve before I'll leave the office. اوكي نرجع تاني يا شباب. قال لك I have loads of tasks، كثير من التاسكس، كثير من المهمات، يعني حاجات كتير اعملها before I leave the office، قبل ما اسيب المكتب. طبعا اهلي grandparents جدي وجدتي عايشين في مكان بعيد جدا جدا قريب من الصحراء. طيب 9 النوتس هي ايه؟ make notes. طب تعالى نقراها الاول. the notes you had not helped us a lot in taking the right decision، ان احنا ناخد ايه القرار الصح. هتبقى ايه مستر؟ take notes. طبعا مفيش take notes هنا، so the notes you have made، ما انت مفيش عندك codes ولا do notes، مفيش حاجه يبقى make notes. المفروض take مش موجوده خلاص يبقى made. طيب I bought a new mobile phone 3 days ago. I bought a new mobile phone 3 days ago. طبعا I bought
حاجة عبيطة جدا لأن أنت عندك ago. We always in the street when we were young. Mr. always يبقى play. غلط، اقراها كلها الأول. verb زي always ممكن يتحط في 6 7 أزمنة، مش زمن واحد ولا 2 كمان. فأنت لازم تقرأها من الأول. ماشي كده؟ when we were young لما احنا كنا صغيرين يبقى طبعا we played. اللي بعده when this house built. أولا أنت عندك built فمش هينفع did لو بتفكر فيها، لأن أنت عندك built passive. هي passive الجملة، بس أنا عايز أمشي معاك واحدة واحدة. أنا عندي يا مستر كلمة built دي أكيد مش build، يعني دي تصريف تاني أو تالت. طيب did دي بيجي وراها مصدر؟ طبعا يجي وراها مصدر، ما يجيش وراها تصريف تاني أو تالت. will لازم وراها مصدر فمش هينفع. does لازم وراها مصدر. التلاتة لازم يجي وراهم مصدر. فطبعا اجابتك هتبقى was. طب يا مستر هل ليها قاعده؟ طبعا يا حبيب قلبي، ده اسمه الماضي البسيط، كمان هنا مش اكتف، دي حاجه اسمها passive. تعالى بسرعه كده لما اجي اقول لك خلينا I wrote a letter. اوكي ماشي كده، I wrote a letter. جميل. مستر خليها passive حبيبي، للمبني المجهول ابدأ بالمفعول. هنا ده السبجكت، ده الفاعل. عملت ايه؟ I wrote ده الفعل. عملت ايه؟ كتبت ايه؟ a letter. فابدأ يا حبيب قلبي ب a letter. فتقول لي a letter لازم تحط لي was او were، فالحالة دي هتبقى was. بعد كده التصريف الثالث written. ده يا مستر للمبني للمجهول. المبني المجهول لازم تبدأ بالمفعول اللي استقبل الحاجة. a letter was written طبعا by me، مفيش مشكلة لو عايز تحطها. ماشي كده؟ طيب فهنا يا مستر when was the house built؟ امتى البيت اتبنى؟ النقطة الثانية، هو انت يا مستر هتقول الهاوس بيلد حتى لو مضارع؟ لا طبعا، انت لازم تقول لي امتى البيت اتبنى. اللي بعد it is time جمال played، عادي جدا ماضي بسيط football with us، يعني وقت جمال لعب معانا. عمر across the Sahara last year يبقى cycled. طب امتى اختار was cycling؟ لما تقول last year at 7 last year at 9. فاهم حاجه؟ from كذا to كذا، فهنا تبقى ماضي مستمر لو قلت from 7 to 9. انما هنا انا بقول لك لا هو خلص والماضي بسيط عادي جدا. while you're not on holiday just relax don't think about work. ابوس ايدك اقرا الجمله كامله. هتقول لي while يبقى ماضي بسيط او مستمر، اقراها كامله. يبقى while you ايه؟ while you are. بس كده. ليه؟ لان انت don't مضارع. لما انت تكون في هوليداي يا حبيبي ارتاح وما تفكرش ايه في الورك شغل. طيب she did some shopping during، عملت بعض الشوبينج during ايه؟ during بيجي وراها ايه؟ يجي وراها اسم noun. شاطر. يبقى during a visit خلال زيارة، دي الوحيدة اللي تيجي noun. طب مستر انت عايز تقول visiting هتقول while visiting. ماشي، يبقى while visiting بورسعيد، وكمان انت عندك to فا visit to. ماشي كده؟ she did some shopping during a visit to Port Said. ورجعنا لكم في unit 2 امتحان المعاصر. يلا بينا. The doctor asked me. دلوقتي حكايه يا ولاد في unit 2 طبعا اولى ثانوي. الدكتور asked me to monitor my grandfather. monitor اخلي بالي، اراقبه. طيب because of his illness. monitor دي بقى اقدر ابدلها بايه؟ انا بقول لك replaced by يعني السينونيم، المعنى المرادف بتاعها. عمل ايه الدكتور؟ to ايه؟ observe دي يا ولاد انت تشوف واحد بحرص وانت تراقب حركاته وتصرفاته بيعمل ايه. look for ادور عليه؟ لا طبعا. watch طبعا، watch برضو يشاهد وبرضو تيجي يراقب. I'm watching you، خلي بالك. فwatch يعني يراقب. طيب set up طبعا ينطلق، وكولكت اللي هي بيجمع اكيد لا، انت برضو بتحاول تترجم الباقي عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. students who are supported by their parents do well at school. الطلبه او الولاد اللي supported مدعومين بالاولياء الامور بيشتغلوا كويس في المدرسه. the ايه؟ the antonym. شوف انا كنت اقول synonym من غير ما اقصد. the ايه؟ the antonym the opposite عكس كلمه supported طبعا ignored. ما هو انت خلي بالك supported يعني بيدعم، يبقى ignored
فاهم؟ وطبعا rejected الاثنين معناهم ان انت بترفض حاجه وفي نفس الوقت تتجاهل حاجه. طيب encourage و assisted و motivated 3 معاني ايجابيه. encourage بيشجع، assist بيساعد. I assist my teacher جاي منها كلمه assistant برضو، تمام. و motivated اللي هي بموتيفيت واحد، بشجعه وبسقف له كده يعني. طيب فمستر تبقى ignored و rejected لان انت عايز الانتونيمز. طيب we must encourage نقط blood to save many lives. encourage يا اولاد ing على طول. I encourage donating blood، التبرع بالدم عشان ننقذ حياة كتيرة وربنا يحفظ أهلنا في فلسطين يا رب. blood نقط are checked before their blood is taken. blood ايه؟ are checked بيتم فحصهم. طبعا blood donors المتبرعين بالدم ناخد بالنا منهم، بنفحصهم عشان نشوف ما عندهمش أمراض ولا حاجة. you can say he is not or not from the food and drinks he offers to his guests. تشوف هو ده او لا من الاكل والشرب اللي بيقدمه للضيوف بتاعه. طبعا انت بتدور على كلمه كريم اللي هي generous. intelligent عبقري، active نشيط، brave شجاع، مش هينفع. طيب the young men ايه محلوله؟ they robbed the lady، سرقوا الست، او they robbed the bank. يبقى الروب الشخص، روب يا اولاد بيجي روب طبعا يسرق، ما خلي بالك روب وستين الاثنين معناهم يسرق. اتفقنا. روب يا حبيبي معناها بيجي وراها الشخص، they robbed the lady. انا اصلا كنت هدخل كليه فنون حلوه، الناس اللي عارفيني بص. او they robbed the bank مكان، they robbed the bank، فاهم حاجه؟ او مكان. فالرب يا مستر افتكرها برسمه اخوك مستر احمد امام، او وهو ايه بيرسم لك. فالرب يا حبيبي مكان او ايه او شخص، ماشي كده؟ اللهم لا حسد. طيب انما ستيل ايه؟ سرق ايه؟ الماني، فاهم حاجه؟ فستيل دي الشيء المسروق، رب مكان او ايه او شخص. تحسه جاي من الزمالك. yeah bro. المهم I won't take the final decision، مش هاخد القرار الاخير without my parents، بدون my parents advice اللي هي النصيحه. وايه حاجه؟ agreement. طب انا كنت بدور بصراحه على كلمه كمان اسمها permission، ان يعني they permit me، يدوني الاذن. permission دي يا ولاد يعني اذن، مش عارف ليه ما هسيبها تخرج. ايه ده؟ طيب ماشي permission. انما agreement موافقه، يعمل لك كده. طيب we have had not plans for the development of our country. plans يعني خطط، و development يعني تنميه. الكونتري طبعا الدوله. ايه نوع من البلان؟ missing plans، عندنا خطط مفقوده؟ لا طبعا. endangered خطط معرضه للخطر؟ لا طبعا. يبقى long term خطط مدى طويل. يعني ايه مدى طويل؟ 10 20 30 سنه لتنميه البلاد يعني. طيب he has been employed تم تعيينه to not at the building site. هيعمل ايه في البيلدينج سايت؟ تم تعيينه، الراجل متعين. rob steal معناهم سرقه. guard و regard لا طبعا هتبقى guard the building site، يحرس المبنى. طيب تامر made meals outdoors. meals يعني وجبات outdoors بره. تامر hasn't ينفعش. has و doesn't have انا بدور عليهم. never has ever و isn't had. ايه ده؟ ايه isn't had دي؟ ما شفتهاش قبل كده، مش انجلش دي. has ever لا هيبقى never has. تامر يا ولاد ده مضارع بسيط. she has breakfast. ما هو حبيبي has دي معناها eat، شيل has دي كده حط eat. تعال نقولها. لما اقول لك I eat breakfast، I ايه؟ eat. ان فيها يا حبيب اخوك يبقى I don't eat breakfast. الكلام بسيط جدا صح؟ طب مستر مش eat دي ممكن اشيلها I have breakfast تمشي، يبقى I don't ايه؟ have breakfast مش haven't، لان ده مضارع بسيط، لان ده الفعل الوحيد اللي عندك. طالما عندك فعل وحيد دايما الجمله دي بقولها، طالما عندك فعل وحيد حط من عندك don't او doesn't او didn't. طبعا don't doesn't مضارع، didn't دي ماضي ملناش علاقه بيها دلوقتي. الاي هتاخد don't. صح يا مستر، يبقى I don't have breakfast. طب مستر مش انت don't have دي ممكن تقول I never مثلا يعني. صح. طب مستر خليك معايا، لو قلنا هتبقى she
الكلام ده سهل جدا بقى. she has breakfast صح كده؟ she doesn't have breakfast أو she never has breakfast. اوكي يلا نكمل. احنا فين؟ now محمد صلاح as a role model for all young Egyptians. محمد صلاح معروف يعني is known، خلاص الراجل اتعرف ان هو رول موديل، قدوة لكل الشباب الصغيرين. how much time انا بدور على do you spend فعل مساعد، بعد كده فاعل، بعد كده الفعل الاساسي مش لاقيها. do you spend مش لاقيها، يبقى passive مبني المجهول is spent. ماشي ليه يا مستر؟ زي دي she has breakfast صح، او she eats breakfast. خلينا eats عشان اقدر اديك المثال بشكل اسهل. يعني she eats breakfast اعملها مبني المجهول. المبني المجهول بتبدا بالمفعول بالاوبجكت، يبقى يا مستر هتبدا بايه؟ ببريكفاست. ماله البريكفاست؟ اديني is او are. ام is are طبعا breakfast is والتصريف التاني is eaten صح كده؟ طيب فهنا نفس الكلام يا مستر how much time is spent بتبدل. طيب I got used to اعتدت على doing exercises. I don't get tired as fast as before. مستر هتقول لي used to دي عبارة عن عادة وانتهت، دي رقم واحد. فهنا بيقول لك أنا ما بقيتش أتعب زي زمان. فازاي؟ ده هنا عادة وانتهت، أنا اعتدت إن أنا كنت بعمل exercises وبعدها يقول لك أنا ما بقيتش أتعب زي زمان، مش هينفع. وفي نفس الوقت هنا ing، إيه الحاجة اللي بيجي بعدها ing؟ الحاجة اللي بيجي بعدها ing هي يا مستر؟ ها؟ هي got used to أو was used to. طيب اللي بعده my friend used to get high marks but now he doesn't. صاحبي he used to get high marks كان اتعود ان هو بيجيب high marks بس دلوقتي he doesn't. ليه؟ لان انا عندي now، اللي بعد now لازم ابقى مضارع. طب مستر مثلا لا، هتقول لي ليه he isn't ما قلتهاش؟ بص he used to be clever، الراجل ده كان متعود ان هو شاطر but now he doesn't ولا isn't. ليه يا حبيب قلبي؟ لان انا هنا used to ايه؟ be. انت هنا بتصرف verb to be. he used to be clever عشان كده he isn't. ماشي كده؟ طب هنا مستر he used to get، فنفيها هتبقى doesn't get. طيب he at the club yesterday، he was at the club مش شايفها، يبقى he هو اتشاف، فاهم حاجة؟ أو ما اتشافش يبقى he wasn't seen، محدش شافه في الكلاب امبارح. he isn't يا راجل، ده أنا بقول لك yesterday، ده أنت أول حاجة هتحذف دي، بسم الله الرحمن الرحيم، وهتحذف دي. طب ليه يا مستر ما قلتش didn't see؟ أيوه didn't see إيه؟ لما أجي أقول لك I saw، أنا شفت. جملة كاملة؟ أيوه شفت إيه؟ قول لي أنت شفت إيه؟ يبقى لازم object، لازم مفعول. فأنا مستر I was seen، أنا اتشفت. I wasn't seen، محدش شافني. We not to obey and respect the elderly، يبقى we are told، احنا برضو بيتقال لنا we are told، احنا بيتقال لنا ان احنا obey يعني نسمع كلام يعني ونحترم الناس الكبيرة. يلا يا مستر الاختبار التاني كده. يا مستر احنا خلصنا دول، طبعا الريدنج قلنا ممكن نجي لها في اخر الفيديو، بس انا عايز احل معاك اكثر حاجة باقل وقت فيديو. اوكي يلا بينا. Choose 2 correct answers out of the 5 options given. تختار طبعا إجابتين زي ما أنا قايل لك out of 5. أول واحدة the employer، صاحب العمل يعني، punish the clerk، الموظف، عاقب الموظف as he didn't do his job، ما عملش شغله بشكل صح. فمستر he didn't do his job properly بشكل صحيح. وطبعا well، ليه يا حبيبي؟ do your job لازم يجي وراها adverb اللي هو الحال يعني. ماشي كده؟ طب هنا correct المفروض correct ليه؟ وhardly دي معناها بصعوبة، فمش هتنفع طبعا. We all fear، احنا بنخاف when we hear the roar of the lion، لما بنسمع صوت زئير اللاين. معنى كلمة roar هنا the synonym of the word roar طبعا sound of the lion، صوت الأسد. roar دي تقدر تشيلها تحط sound. voice ده صوت الشخص. this is my voice، okay، and this is a sound، ده صوت، فمش هينفع. فالمفروض shout of the lion دي الإجابة الأقرب.
زعيق او زئير الاسد يعني. at borders في الحدود the officials الناس الموظفين always ask the travelers بيسألوا المسافرين في الحدود دي borders حدود about their aim and the extension to stay المكان اللي انتوا هتقعدوا فيه. يبقى انا مستر بسألك على ايه؟ بسألك على اللوكيشن. اللوكيشن ده المكان بتاعك الحالي، المكان بتاعك بيتك الحالي، تمام؟ فمش هينفع، ما لان اللوكيشن بتاعك انا عارفه، ما انت واقف قصادي، يبقى اللوكيشن بتاعي هو اللوكيشن بتاعك، الموقع الحالي، فمش هينفع. يبقى طبعا destination هو الوجهه بتاعتك انت رايح فين. position موقف لا، وبليسمنت مش هينفع. فمستر destination الوجهه اللي انت رايح لها. experts الخبراء always try to ensure يعني يتاكدوا to make sure يتاكدوا tourism is يبقى احنا الخبراء بنحاول دايما ناكد او نتاكد ان السياحه دي ايه؟ sustainable يعني حاجه مستدامه تفضل معايا على طول. pollution has had او has a bad impact on دايما قولها ايه؟ impact on قولها impact on جدع. we all to take a long holidays to refresh ourselves. we all احنا كلنا عايزين طبعا ناخد holidays والله تعبنا عشان نعمل ريفرش يعني. we all admire to محتاجين بنحب we all love to فاهم فكرة. طيب جميل قوي. بمناسبة الهوليداي ان شاء الله قريب بنخطط لرحلة كويسة ان شاء الله تعجبكم. هيبقى العدد قليل ومش هيبقى سلاح مداح كده اي حد هيجي، لا، الناس اللي جايبه درجات كويسه والناس اللي الاتيتيود بتاعها كويس. لان انا بصراحه انا سيلكتيف، انت زي ما بتختار مدرسك انا برضو بختار الطالب بتاعي كويس جدا. مش هتلاقي عندي عدد كبير بس متاكد ان العدد اللي عندي متفوقين وبيبقوا متفوقين والدرجات بتاعتهم تبقى جامده الحمد لله رب العالمين. يلا نكمل. The director me a chance to lead the team. الدايركتور اداني الفرصه on the new project in Sinai في المشروع الجديد في سيناء. يبقى مستر عمل ايه؟ he gave me a chance اعطاني الفرصه. طيب زقازيق يونيفرسيتي جامعه الزقازيق was founded تم انشائها في سنه كذا. ماشي كده؟ ماشي يا مستر. انت عندك يا حبيبي كلمه اسمها founder. founder يعني ايه؟ المنشئ. مثلا خلينا نقول محمد علي is the founder of New Egypt مصر الحديثة. مش عارف بيسموها ايه بصراحة. محمد علي is the founder هو المنشئ، فاهم حاجة؟ هو اللي عمل مصر الحديثة يعني. فمستر was founded اللي هي تم إنشائها يعني was established. طيب children should take نقط. الأطفال لازم يشاركوا أعتقد في ال cultural competitions في المسابقات الثقافية عشان يعلوا النولج بتاعتهم. يبقى مستر ايه؟ قولها كده take part in يعني يشارك. What time you usually finish studying your lessons. طبعا مضارع وفي you فأكيد مش هقول does ولا هقول did لأن أنا مستر مضارع. حد بدي؟ لا طبعا. What time do you study أو do you finish studying. طالما عندك فعل هنا اختار do. تاني كده عندك فعل هنا يبقى اختار do لأن ده فعل مساعد. وكمان هنا المصدر يا مستر finish studying. The camera to take photographs. مستر طبعا the camera is used to تستخدم ليه أو is used for taking photographs. مستر used for تستخدم ليه ويجي وراها ing. بص يا محمد my brother the money he needed. my brother بص يا سيدي gave مثلا أنا هي غلط gave بس أنا بقول لك عموما my brother gave أعطى. بقول لك أنا أعطيت. أيوه أعطيت إيه؟ أعطيت لمين؟ فاهم حاجة؟ و my brother أعطى الفلوس اللي احتاجها يا راجل. يعني أنا محتاج حاجة هديها لك؟ لا طبعا. فمش هينفع gave ولا didn't give. ما هو دي نفي دي يعني دي النفي بتاع دي فاهم حاجة؟ طب give مضارع لا هيبقى مستر was giving أعطي. الباسيف my brother was given أعطي الفلوس اللي هو احتاجها. which sentence is correct. يبقى أنت لازم تقرأ الفور sentences وتطلع الغلطة. why she went فين الفعل المساعد؟ عيب كده. why did she go home early. والله دي قريبة جدا. طب ما تيجي نقرا باقيين عشان نستبعدهم. why went فين الفعل المساعد؟ why did ماشي ايه ده في فعل مساعد اهو. why did she ايه؟ goes. انا اتعلمت ان did بتشيل الانفينيت بتشيل يعني الاس او الاي اس عشان تخليها infinitive.
يبقى انا فعلا كنت صح لما قلت له 50. when did she go؟ بس لازم اتاكد من دول لما لازم اشيلهم ولا ايه؟ يلا. I wish I were a footballer. I wish I had wings. اتمنى لو كان عندي جناحات. هل انا دلوقتي عندي جناحات؟ لا، بس انا بتمنى يعني اتمنى. I wish I were a footballer. يا اتمنى لو كنت لعيب كوره. هل انا دلوقتي لعيب كوره؟ لا، بس ده تمني. مضارع ولا ماضي؟ الحقيقه مضارع. بتمنى دلوقتي. I wish my brother was here. اتمنى لو اخويا كان هنا. فاهم الفكره؟ او we're here، حتى الاثنين يمشوا was او we're. طيب the speaker a footballer طبعا is not a footballer. I'm talking about now. ماشي كده؟ طب تعالى يا مستر نعرف الفرق بينهم. بص يا wish زائد past simple wish ومضارع بسيط، يبقى انا بتكلم على المضارع الحقيقي. شفت الهبل؟ wish مضارع بس بتكلم عن المضارع. بمعنى I wish I had money. اتمنى لو كان معايا فلوس to travel now. travel ايه يا مستر؟ اتمنى لو كان معايا فلوس كنت اسافر دلوقتي حالا. طب بص الحته دي، تعال نصغره شويه عشان نعم. عندك يا حبيب قلبي wish زائد past perfect اللي هو الماضي التام. past perfect يعني ايه؟ تعال نقولها بس كده. فاعل، لا هتلخبط مني لو عملتها عربي. subject plus had وال past participle. had التصريف ثالث يعني. عبارة عن بتكلم على الماضي، فدي معناها ان انا ندم، لوم، عتاب. فاهم حاجة؟ حاجة رخمة. بمعنى I wish I had studied. اتمنى لو كنت ذاكرت. صح؟ I got a كحكة. اتمنى لو كنت ذاكرت، ده انا جبت ان شاء الله لا يعني. فيا مستر ده معناه انه did he study؟ لا. هل يقدر يرجع في الوقت؟ لا، خلاص اللي راح. فهمت الفكرة؟ طيب اللي بعده. فمستر I wish يبقى طبعا is not a footballer. Our school have more equipment than they used to. ماشي كده؟ Our school دلوقتي بقى عندها equipment أكتر من اللي كان عندها. Translate into Arabic. طبعا في آخر السنة أنت بيبقى عندك الترجمة اختيارات، بس تعالى نحل دي عشان في الأغلب في امتحانات الشهر المدرسين بيجيبوها نقط. We must reduce the pollution of the environment. لازم نقلل التلوث بتاع البيئة by planting trees along the sides of the streets. عن طريق زراعة التريز، نزرع شجر along the sides of the streets يعني على جانبي الشوارع. يبقى ممكن نقول ايه؟ يجب، نعملها كده شوية، يجب علينا تقليل التلوث عن طريق ايه؟ planting trees اللي هو زراعة أشجار على جانبي الطريق. ماشي كده يا مستر؟ مش عارف ايه اللي حصل كده، بس انت المهم ان انت ايه؟ ماشي. ما علينا اهو. اللي بعده. من الواجب على كل فرد ان يكون له هدف يسعى لتحقيقه. انا مش عارف ليه اختفت يا ولاد، بس عموما اهي انقلوها بقى. يلا. ومن الواجب على كل فرد ان يكون له هدف يسعى لتحقيقه. يبقى everyone should have a goal that he aims to achieve. بس كده يا مستر. من الواجب على كل واحد يعني ان هو يكون عنده هدف بيسعى لايه؟ لتحقيقه. تعالى بقى في الفيديو اللي جاي او في الجزء اللي جاي هناخد قطعة ريدنج ونحلها. اوكي؟